أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يقول بأن السنة معظمها وحي، ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة فصوبه ربه وأدبه، ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه لا يقبل قوله إلا بحجة سائغة، فما حكم هذا القول والدراسة على هذا الشخص؟ هذا كلام قبيح، كلام سيء، ولا يجوز سماعه والسكوت عليه، تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يخطي الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدين وأمور الشرع وحي من الله. أما أمور الدنيا الرسول يستشير أصحابه في أمور الدنيا، أليس كذلك؟ في أمور الدنيا يستشير أصحابه. وأما أمور الشرع هذه توقيفية، وحي من الله جل وعلا، لا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يجتهد في بعض المسائل، لكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يكون توفيقا، فالسنة توقيفية وتوفيقية، إما توقيف على دليل يأمره الله بذلك، أو بالتوفيق يقره الوحي على ذلك. وما كان مخطئا في ذلك ينزل الوحي في أسرع وقت لبيان ذلك الغرض. ومن ذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. من وسائل الدعوة هذا. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أشراف قريش يعظهم ويطمع في إسلامهم عليه الصلاة والسلام، وأتى ابن أم مكتوم أعمى ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أمور دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك منه، كره أنه يتكلم وهو يتكلم مع أولئك الأشراف يدعوهم إلى الله، وابن أم مكتوم يسأل في ذلك الوقت رضي الله عنه. فبعد ذلك نزل التأديب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى، كره ذلك وعبس وجهه من ابن أم مكتوم. أنزل الله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر، إنها تذكرة عليك التذكرة. هذا من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبه ربه بالوحي، أدبه ربه وأنزل قرآنا يتلى في بيان تصويب هذا الخطأ. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد أناسا من أصحابه لقصد إقبال بعض أشراف قريش، قالوا: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، فأنزل الله تعديل هذا الخطأ: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هذا من وسائل الدعوة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا دعا على أناس: اللهم عليك بفلان وبفلان وبفلان. نزل الوحي بتعديل هذا الخطأ، نزل الوحي: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.